ايه؟ ايوه هنا بس شش ويخرب بيتك وبيت صحابك الوان عشان صاحبك ما يزعلش. تعال هنا، تعال كده اهو. بتروط من هنا. انت صاحبي وحبيبي، انت قلبي، انت حبيبي. هركب لك مارشال اليومين جايين عشان تقف، لان انت ما بتقفش بسهوله. ايوه كده اهو. الحق يا عم زحلوق. ايه يالا في ايه؟ الجمعه خبط اخوك على دماغه ونزل ما نطقش. يا نهار اسود، مين اللي خبط اخويا على نافوخ؟ اخوك يجي كده من هنا؟ طيب انا راح شوف. انت يا محروق، انت اللي اسمه جمعه. فيها انت بتضرب اخويا بتموته. انا موت ولا تندلت انت جابوا في شكاره. ده انت نهارك اسود النهارده. حشيش قدامك اهو. لا حشيش الواد قال لي انت موتني. خلاص يا عم الواد قال لي خلاص خلاص انا اعمل لك النهارده. انا بمسك فيك. اوعى يا رجال، اوعى يا رجال. خلاص بس كده خدت على اخويا. انا حاطط على اخويا. امال ايه؟ اوعى يا يا تعال شوف الراجل اللي وديه المستشفى. اخويا. ايوه امال ايه؟ يخرب بيتك وحبك بطلك يا بعيد روح. يعني انت قاعد هنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يخرب بيتك وسنينك روح. ده يا ترد عليا. انت قاعد هنا وانا رحت ضربت الواد جمعه هناك في الغايط. وضربته لا. ضربته لا. الواد بتاع ابو اسماعيل جاي قال لي ان هو مسكك خبطك خبطه على فمة راسك وقعت في الارض ما عضتش منطق. انا سليم اهو مفيش حاجه. ما انا مستغرب. انا خدت بعضيه ورحت جاري على طول بسرعه على مين؟ على الواد جمعه هناك في الغايط. ورحت جايبه من محاش ورحت نازل على فوقه قدام الرجاله. يقول لك كمان نحشوني لو كنت قطعته تقطيع. وانت ما تعرفش ان الواد ده اساسا كذاب؟ انا قلبي ليه؟ انا ما اعرفش. هو معروف في العزبه كلها ان هو كذاب وفتان وما بيقولش حاجه حقيقيه اساسا. يا نهار اسود يا اولاد، يا سنه سخه يا اولاد عليا وعلى اللي جابني يا اولاد. ايه ده؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه في الواد اللي انا ضربته دلوقتي على دماغه ومش عارف دلوقتي فكر له ايه، مات ولا عمل ايه ولا سوى مش عارف. انا سبته مع الرجاله مش عارف هيودوه المستشفى ولا هيودوه البيت، انا مش عارف. هي دي يا نهار اسود يا جدعان. تصدق عيل كذاب؟ انا غلطان انا اللي خلاني اسمع كلام الناس. انا اسمع مش اما اشوف الاول، مش لازم اشوف الاول وبعد كده اتحقق من اللي حاصل وبعد كده اشوف اتصرف ازاي. بالظبط كده. مش اجري كده وخلاص واروح اضرب الناس وخلاص. يا خبر ابيض يا جدعان. عيل معفز لا حول ولا قوة الا بينك بالله وبين واحد العظيم. صاحبك. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. طب العمل انا دلوقتي العمل اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص اقول لك على حاجة. هو في فكرة كده بقى يعني يا رب بقى تنفع. بص انا هروح لجوه على البيت اشوفه جه من المستشفى ولا وداه المستشفى ولا وداه البيت، اشوفه هم عملوا ايه. ده انا ضربته ومشيت. اشوف قال لي تم. هروح له البيت اشوف، ولو لقيته في البيت انا هستسمحه وحقك عليا جمعه ومش حقك عليا جمعه واللي هم الناس يعني اللي الناس هتحكم بيه انا هوافق بيه. واخد ما انا مضطر هعمل ايه؟ انا هعمل ايه يعني؟ ما انا غلطان من اساس راسي. انا غلطان ان انا بسمع كلام الناس. فالمهم ان انا هقعد اشوفهم هيحكموا بايه وارضيه واخد بالك وابوس فوق دماغه وربنا يعمل بقى ما في الخير. هعمل ايه طيب يعني؟ ما فيش حل تاني. مفيش حل تاني. طول العمل بس اعمل المخروب اللي في ايدك ده. كمل. انا مش بكلمك دلوقتي. كمل الجيم. جيب قد كمل يخرب بيتك وسنينك. استغفر الله العظيم يا رب. هروح اشوف الراجل ده ويا رب يكون صاحي ما يجرى له حاجه. ربنا يستر. علي دماغك يا بوسه. اسمع لا مؤاخذه ضغطك تقيله. معلش حقك علي معلش يا رجاله حقكم عليا يا رجاله. انا غلطان من ساس راسي واللي انتوا عايزين تعملوا فيه دماغه كلها والله غرز فيها اول 15 غرزه فيها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دماغه كلها ملفوفه غرز. هم بقى مزغلول ولا مؤاخذه ولا شيل الحاجات دي. نعم
مين اللي هيشيل حق الشغل بتاعه واليوميات انا نبت سداده ليك، انا نبت سداده ليك يا جمعه قدام الرجاله دي. والعيال دي عايزه تاكل مش لاقي اللي يوكلها. عيني انا كل حاجه انا نبت سداد، نبت سداد مش بالك. انا غلطان وانا اللي سبب اللي حصل ده كله، انا السبب فيه، انا اللي هشيل ده كله. بس انا عايزك انت تسامحني بس وما تزعلش مني، والرجاله دي ما تزعلش مني بس. لو هتشيل خلي بالك حق الغرز وحق القعده بتاعتي انا مسامحك. مش هتشيل لا اشيل، لا انا هشيل، انا هشيل. ده تقديما ليا يا رجاله. خلاص يا عم جمعه خلاص. لا انا لازم اشيل برضه تقديما ليا. انا اللي سمعت كلام الناس وجريت ورا كلام الناس. سمعت كلام عيل معفص. ايوه انا غلطان، ما هو ده غلطي ان انا مشيت ورا كلام عيال معفص. عم زحلوه يا حبي على دماغك ترى مره ما تمشيش ورا كلام حد. لا مش همشي حرامي. حرامي ده انا كنت هموتك يا راجل، كنت اروح دلوقتي في السجن دلوقتي وانت في التربه. مؤاخذة مش عامل ما قال لك اخوك كذا كذا واحد بيعمل فيك، جريت على دلقته في وشك رحت خبطه. ما انا هعمل ايه؟ ما انا بيني وبينك الشيطان كان على دماغي والشر بعيد عنك، الواحد ما بيعرفش يقف قدام. ماشي، ما انت لازم تروح الاول تشوف الدنيا، تشوف اخوك، تشوف كده. معك مش تجري عليا على طول تموت. معك حق والله، معك حق. قدر رحت خبطت موتته. وانا برضه فعلا صح، انتوا والله كلامكم صح، انا غلطان والله، انا غلطان من ساس الراس. خلاص يا جدعان. واللي تحكموا بيها تحت امركم. انا هشيل ولاده لحد ما يقوم بالسلام، واشيل ارضه، انا هسقي ارضه واعمل كل وراء ارضه لحد انا ما عندك يقوم. العيب. بالظبط كده. خلاص يا عم جمعه بقى. خلاص يا جمعه. انا مفيش كلام بقول بعد اللي هم قالوه، انا مش قادر اتكلم. ماشي يا جمعه، وانا حاك عليها يا جمعه. بموت. وادي راسك كمان يا جمعه. معلش يا جمعه، معلش يا جمعه، حاك عليها يا جمعه. خلاص يا رجاله، يا رب ان شاء الله يا رب انتوا كمان ما حدش يقولكم على حاجه وتجروا عليها وخلاص. اي حد عيل معفص، اي حد يقول لي انا كذا كذا ويجروا عليا. انا عايز برضه انتوا كمان ما حدش يجري ولا حدش يعمل، حدش يسمع كلام الناس. روح الاول وشوف وبعد كده يا ربنا. ايوه لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم ولا صح. وانا غلطان، فانا سمعت كلام الشيطان وجريت، والحمد لله انتوا كنتوا موجودين، الحمد لله. ولا كانت منصبه كبير. ده الخبطه دي كمان لو كانت جت تتحكم كمان كانت موتته. الحمد انت لله. رحت في داهيه. الحمد لله ان جت على قد كده يا رجاله. شكرا يا رجاله. انا كنت اقدم فيك وقلت لهم ده انا وقعت واتعورت. ربنا يخليك يا جمعه، وده عشمي برضه يا جمعه، ده عشمي. ربنا يخليك يا جمعه، ربنا يخليك. انت لسه قاعد على المدعو ده؟ يخرب بيتك وبسريرك. يا سيبك من المدعو اللي فيك ده. يا خبر ابيض يا ولاد، يا خبر ابيض. يا سيبك من المدعو اللي فيك دي. قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ سيبك من المحروق اللي في ايدك ده، كل ما كان ماسك لي البتاع وعمال تلعب. حاضر سبته. انت مش حاسس بالمصيبه اللي الواحد فيها؟ بعدين يعني عملت ايه؟ ده انا غلطان يا انتوا كان حش وسطك حش. عملت ايه طيب؟ ولا حاجه بصراحه. طلع والله يا جدع هشيل المصاريف بتاع العيال وهشيل مصاريف علاجه، واخد بالك، لحد هو ما يقوم ان شاء الله بالسلام ان شاء الله، وربنا بقى يسترها. ما هنعمل ايه طيب؟ الرجاله حكموا بكده، وهو قال لي لو ما شلتش حق علاجي وشلت مصاريف عيالي لحد ما اقوم، واخد بالك، انا مش هسامحك. ماشي. قلت له يا عم انا هشيل، يا عم انا غلطان وانا هشيل حق علاجك وحق مصاريف ولادك لحد ما يقوم بالسلامه عشان يعرف يشتغل. ما هيشتغل ازاي؟ دماغه مفتوح، بيقول واخد 20 غرزه في دماغه وده المستشفى. لا ما الخبطه كانت غشيمه، الشيطان كان على دماغه. المشكله مش في كده، المشكله ان انا صعبان عليا الراجل. اكيد الراجل لا حول ولا قوه الا بالله، رائد لا حول لي ولا قوه. أني غلطان. خلاص حرامين، أي حد هيقول لي على حاجة لازم أتحقق منها الأول. الحد قال لي على فلان كلام، واخد بالك أنت؟ يعني قال لي مثلا فلان شتمك مثلا، أتحقق الأول إن فلان ده شتمني ولا لا، وبعد كده أتصرف. لو حد جه وقال لي ده فلان بيتخانق مع فلان، واخد بالك، مش هعمل أي تصرف إلا لما لازم أشوف الأول وأتحقق الأول هو ده فعلا حصلت خناقة ولا ما حصلش، وإيه السبب. مش هروح أهيك كده وخلاص. اي حد هيجي يقول لي حاجه بعد كده انا لازم اتحقق فيها الاول واعرفها الاول. ده المفروض، بس انت طلعت تجري على طول. ما انا هعمل بس الشيطان كان فوق دماغي، اعمل ايه؟ وبعد كده انا بعزك، انا ماليش غيرك اخويا الوحيد، انا ما بطيقش عليك الهوى. اول ما الواد ما قال لي ان هو ضربك على نافوخك
انا ما ادريتش انا بعمل ايه، جريت على القطع على طول عنده ورحت ضربه على دماغه. اعمل ايه بس؟ انا غلطان، انا غلطان. الحمد لله رب العالمين ان هو طلع كويس، الحمد لله. ده هو بص للعيش والملح. هو قالوا ان هو بص للعيش والملح والصحوبيه اللي ما بيننا كان زمانه دلوقتي قدم فيا ولا كان عمل مش عارف. الناس كانوا قاعدين جنبيه قال بيقولوا له في المستشفى مين اللي خبطك؟ ما رضيش يقول، قال لك انا وعيت. ولا بانه وقع على دماغه طوبه باين. المهم ما جابش سيره الراجل، كتر خيره. الناس اللي قالوا لي اللي راحوا معاه المستشفى قالوا لي كده، قالوا ما رضيش يبلغ فيك وما رضيش يقول ان انت اللي ضربته على دماغه. لما بصراحه انا زعلان، انا زعلان من اللي انا عملته، انا زعلان قوي من اللي انا عملته في الراجل ده. يلا ربنا يسامحني، وان شاء الله انا هعمل بكل ما في وسعي ان شاء الله. ان شاء الله لحد ما يقوم بالسلام. ان شاء الله. هقف جنب اولاده وجنب بيته وجنب ارضه كمان لحد ان شاء الله يقوم بالف سلامه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.